السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. في هذا الفيديو غنعملوا واحد نبذة تعريفية على واحد المؤسسة طبية. تشاء الأقدار باش يقتل واحد الأمير مغربي مقيم بطنجة، صيدلي فرنسي مقيم بهذه المدينة هذه اللي هو الاسم ديالو بول راي، سنة 1867 ميلادية. وغادي تدخل السفير ديال فرنسا بالمغرب مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وطلب منه واحد التعويض رسمي من طرف الدولة المغربية. فيه جوج ديال الحوايج. الامر الاول هو اعدام القاتل، وثاني حاجه هو انهم يمنحوا لفرنسا واحد البنايه في طنجه باش يعملوها كمؤسسه طبيه تابعه لها. ومن بعد عده مفاوضات اللي دامت عده اسابيع غادي يتم الاستجابه على الطلبين بجوج بهم، وتم فعلا اعدام هذا القاتل رغم القرابه ديالو للسلطان المغربي. وغادي يتم اعطاء لفرنسا واحد المقر اللي غادي يكون مؤسسة طبية لها اللي كيتواجد في حي دار بارود باش يعملوا فيه مؤسسة طبية. والتمويل ديالو غادي يكون بشكل دوري كل 4 شهور من طرف الخزينة ديال الدولة بواحد المبلغ ديال 1000 فرنك قديمة في ديك التاريخ هذاك. وخلقت أول مؤسسة طبية أجنبية أوروبية فوق التراب المغربي تابع لوزارة الخارجية ديال فرنسا. ومن بعد غادي تعين فيها واحد الطبيب متقاعد كينتمي للمصالح الطبية الفرنسية كاثوليكية اللي تابعه الصليب الأحمر الفرنسي. وغادي يعوضوا بعد الوفاة ديالو المغرب واحد الطبيب إنجليزي اسمه ميغريس، هذا كان تابع للمؤسسة الأمريكية أمريكان بريديكاريس. ومن بعد غادي يتعين واحد الطبيب روسي اللي كيتقن اللغة الفرنسية مزيان اللي اسمه سيكافو، كتأكد عليه واحد الوثيقة بأن هامة بأن الطبيب الفرنسي جورج ديكروب اللي خدم لسنوات في مستشفى في هذا المستشفى هذا أن مصالح وزارة الخارجية الفرنسية ما غادي تطلب من السلطة، غادي تقدم بواحد الطلب من السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1892، طلب باش ينقلوا ديك المؤسسة الطبية من حي دار البارود لأن ما بقاتش كتقدم، ولأن وقع عليهم واحد الضغط اللي رجعت كتعانيه أمام العدد الكبير اللي كيطلبوا الخدمات الطبية من الأوروبيين المقيمين بالمدينة. وتمت الاستجابة لهذا الطلب هذا عام من مور ما قدموه، وبدات عمليه ديال بناء المؤسسه الطبيه الاستشفائيه الجديده في واحد القطعه ارضيه تابعه لاملاك المخزن بمنطقه مرشان، في منطقه استراتيجيه كتطلل على مضيق جبل طارق في البحر الابيض المتوسط، وهو اللي اسمه حاليا مستشفى القرطبي اللي غادي يعيش ازهى فترات ديالو العطاء ديالو الطبي مع المدير ديالو الجديد الدكتور فوماي ما بين 1898 و 1932، وكيساعدوا الزميل ديالو الدكتور كاباني قبل ما يتعين هذا الاخير مستوصف في واحد المستوصف فرنسي جديد غادي يتفتح في طنجة سنه 1901 في السوق الكبير بالمدينه القديمه. وكان مستشفى الفرنسي اللي هو القرطبي حاليا بمرشان كيضم بنايه في بداية العشرينات سنة العشرينات من القرن الماضي 75 سرير طبي، وقسم ديال الجراحة وقسم ديال الراديولوجي وجناح صغير مخصص للمرضى المغاربة المسلمين اللي بداو العمل به سنة 1911. هذا هو المستشفى ديال القرطبي اللي غادي يكون من بعد هو المستشفى الرئيسي أو الجهوي ديال مدينة طنجة، وغادي يبقى واحد المدة طويلة إلى حين بناء مستشفى محمد الخامس. وحاليا غادي يتحول لمستشفى خاص بالمسائل اللي كتعلق بالرسوق، الأمراض ديال الراس والعينين والأذنين والحنجرة. حاليا هذه الاختصاص ديالو. كنتمنى أنني نكون توفقت في إعطاء لمحة على هذا المستشفى اللي تعطى تبنى كدية للمقتل الدواح الفرنسي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.